مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في جديد أخبار المغرب اليوم، وهذا أبرزها: موت مواطن خلال شرائه أضحية العيد بإنزكان. لكن قبل ما نبداو ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وديروا لايك للفيديو وتفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بجديد أخبار المغرب اليوم. إلى التفاصيل. لفظ أربعيني أنفاسه الأخيرة أمام مدخل رحبة إنزكان الثلاثاء إثر إصابته بنوبة قلبية حادة أدت لوفاته على الفور مباشرة بعد شرائه أضحية العيد. وإن الضحية الذي يناهز عمر 40 سنة ويتحضر من حي بن سركاو بأكادير كان برفقة شقيق له بغرض تبضع صبيحة اليوم برحبة الأضاحي بإنزكان، وبعد شرائه للأضحية قام بنقلها خارجا رفقة شقيقه إلى عربة النقل بمدخل الرحبة، غير أنه مباشرة بعد نقلها لسيارة نقل البضائع سقط أرضا مفارقا الحياة. وفور علمها بالخبر حلت السلطات المحلية وعناصر الشرطة القضائية بمسرح الحادث، وبأمر من النيابة العامة المختصة تم نقل جثمان الهالك لمستودع الأموات لاستكمال إجراءات التحقيق ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء الوفاة. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.